ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. صلوا على النبي حبايبي، ما تنسوناش والله كل اشتراك في القناة، عايزين القناة تكبر بيكم ان شاء الله. بص حبايبي، كده هنجيب بولة فاضية. تمام. يا حبايبي، يا ريت يبقى ما فيهاش ولا نقطة من المية، يعني تبقى ناشفة خالص. تمام. هنعمل ايه؟ هنعمل كيكة حلوة جدا. خليكم تابعوا الفيديو للآخر وان شاء الله هتعجبكم. تمام. هنعمل كيكة شوكولاتة وكيكة فانيليا مع بعض. تمام. طيب هنا معايا بولة فاضية. تمام. وهنزل بيها بأربع بيضات وكوباية من السكر. تمام. انا مكانش عندي فانيليا للأمانة، فحطيت مكانها خل. طبعا انتوا حطوا فانيليا وحطوا خل برضو، يعني الخل اللي بيدي هشاشة حلوة للكيكة. تمام. انا مكانش عندي فانيليا فانا محطتش. وهنضرب الكلام ده كله مع بعض في شفشق الخلاط او مضرب كهربائي او المضرب اليدوي، في الهاند بلندر اللي يريحكم، اللي متوفر عندكم اشتغلوا بيه. تمام. ضربناه في بالمضرب الكهربائي لغايه لما بقي السكر ده خالص. تمام. والخليط معانا افتح كده. هنزل عليه بايه تاني؟ هنزل عليه بكوبايه الا ربع من الزيت. تمام. وهنزل بكوبايه من اللبن. تمام يا حبايبي، يبقى احنا كده معانا في البولة دي ايه؟ 4 بيضات، كوباية سكر، معلقة خل، كوباية الا ربع من الزيت، كوباية لبن، والفانيليا طبعا. تمام. وهنضرب الكلام ده كله مع بعض كويس في شفشق الخلاط زي ما قلت لك، او المضرب اليدوي او المضرب كهربائي، الهاند بلندر المتوفر عندكم. تمام. طيب هنا بقى معايا كوبايتين ونص من الدقيق. وطبعا الكوباية اللي بنعير بيها اول حاجة هنعير بيها كل حاجة. تمام. كوبايتين ونص من الدقيق، وكيس كيك شيف او بيكنج باودر برضو المتوفر عندكم، وذرة من الملح. تمام. وهنقلب الكلام ده كله كويس مع بعض اهو. نقلب الخليط كده مع بعض، ايد بتنزل بالدقيق وايد بتقلب عشان الخليط ما يكتلش مني. تمام. ادي شكل الخليط معانا اهو. الخليط ده يعني بالتقريب كده هنقسمه على 2. تمام. هنقسم الخليط ده على 2. هنعمل جزء منه بالشوكولاتة وجزء منه بالفانيليا. تمام. اديني قسمت الخليط على 2 اهو. وهنزل هسيب هركن كده دلوقتي اللي هو ده اللي بالفانيليا، وهشتغل في اللي بالشوكولاتة. تمام. نزلت كده بمعلقتين من الكاكاو، كاكاو اللي هو الكاكاو الاسباني الخام. تمام. هنزل بمعلقتين من الكاكاو. لو لقيته تقل معايا هنزل بمعلقة من عذرا يا حبايبي، هنزل بمعلقة من اللبن. تمام. لو لقيت الخليط تقل معايا هنزل بمعلقة من اللبن. الخليط اللي هو بالكاكاو. تمام. بعد ما احط معلقتين الكاكاو لو لقيته تقل مني هنزل بمعلقتين من اللبن عشان الخليط يفك شويه. تمام. كده معايا الخليط نوعين، كاكاو اللي هو عذرا بالشوكولاته وبالفانيليا. تمام. هجيب الصينيه بتاعتي اللي هشتغل فيها، وعندي هنا 2 فنجان، عندك مغرفتين، اي حاجه يبقوا كد بعض. تمام. وهاخد فنجان من اللي هو بالفانيليا وفنجان بالشوكولاتة لغاية لما اخلص الصينية بتاعتي. احط في نص الصينية على كده وهو زي ما احنا شايفين اهو، فنجان من ده وفنجان من فنجان فانيليا وفنجان شوكولاتة لغاية لما اخلص الصينية بتاعتي اهو. انا خلصت كده. ادي شكل الصينية يا حبايبي. عايزين تدخلوها كده ماشي، عايزين تعملوا الحركة اللي انا هعملها بعصاية الشيش طاووق او بسكينة او بخلة اسنان. تمام. اهو. بجيب اللي من بره جوه، بدخل اللي من بره جوه. تمام. وهديها لفة كده، تديني في النهاية شكل وردة تحفة جدا. كمان لما تستوي هيطلع شكلها تحفة. طبعا هدخلها على فرن مسبقة سخنة مسبقة على درجة حرارة 180. هتقعد معايا في الرف اللي في النص، هتقعد معايا ساعة الا ربع، ساعة الا ربع يا حبايبي. تمام. ادي شكل الكيكة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. تمام.
بعد ما استوت لو لقيتي ان هي ما اخدتش لون من فوق ممكن تشغلي عليها الشواية، بس تخليكي واقفة جنبيها عشان ما تتحرقش وكده. تمام. ادي شكل الكيكة بتاعتنا هشة وجميلة، وان شاء الله جربوها وتعجبكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احسن من كده بكتير، واهم حاجة ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة. بالله عليكم الكل اللي يشوف الفيديو ولو طلع بحاجة صغيرة مستفيدة من الفيديو ما ينسانيش في الاشتراك في القناة، عايزين القناة تكبر كده. ومع السلامة حبايبي، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.